بكل وقاحة الكون لجنة الميكانيزم اللي بطلت لجنة وسيطة أبدا تراقب أداء الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار عم تطلب من الجيش اللبناني يفتش منازل ببيت ليف لأنه الكيان الأرعن بده هيك. يعني بدهم يفرضوا علينا بعد شوي نفتش أوض نومنا، وبدهم يفرضوا علينا يشوفوا شو في تحت التخت، شو لابسين، بدهم يتدخلوا بأدنى وبأقل تفاصيل حياتنا، بدهم يضغطوا علينا لنفل بس حنبقى بأرضنا. هيدي إهانة للبنان، إهانة للدولة، للسيادة اللبنانية، للشعب اللبناني وللجيش اللبناني وللمؤسسات الأمنية اللبنانية. هيك طلب اسمه إهانة، هيك طلب ما ممكن يتفسر إلا أنه إهانة للبنان، ولن نقبل به. وعنا ثقة بشعبنا لن يقبل، وبجيشنا لم يقبل. القائد رودولف هيكل من جمعة رفض تفتيش المنازل، ومش على ذوق بنيامين نتنياهو ونحن بنمشي. ما بيفرض علينا هذا المجرم كيف منعيش بحياتنا وشو منحط ببيوتنا، ولا ممكن جيشنا يقبل انه يفوت يفتش كرمال يقول للكيان شو في بالبيت. بعدين زيادة عن هيك، ما كذا مرة فتش الجيش وضرب المكان، يعني لأن احنا نثق بأنه إذا الجيش فات وفتش البيوت أنه هيدا الكيان ما رح يضرب البيت. ما كان دايما يضرب من بعد ما الجيش يفتش، بناء مع أو بالتواصل مع لجنة الميكانيزم. لا ثقة بهذا الكيان. هذا الكيان يتلذذ بإهانة من أمامه، بس فشرت أنك تهيننا. وتحياتنا لأهالي بيت ليف الأبطال الصامدين. عبد الله بعلبكي من كل لبنان، إلى اللقاء.